السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديونا هاليوم يلقاكم كامل هانيين ومتهنيين. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام. وصفتنا لنا اليوم راح تكون وصفه تقليديه مع وصفه عصريه كما راكم تشوفوا، اللي راح تزين طاولتكم الرمضانيه، طاولات عرضاتكم وحتى الاعراسكم. لما لا، الديكور راهو يهضر على نفسه، والتحضير على وقفه راح توجدي شكلين مختلفين كما راكم تشوفوا معايا بطريقه مغايره وبلمستي الخاصه، واللي راح تكون ان شاء الله مشروع رمضاني بامتياز. يعني راح تنجحوا فيها باذن الله. حاجه كما قلت لكم راقيه، حاجه بريزونطابل في نفس الوقت سهله التحضير. تشوفوا الشكل هكا يبان صعيب لكن اسهل منه ما كانش. راح نبداو بالمقادير. نحتاج 3 كيلو تاع اللوز، نص كيلو تاع سكر، البيض دائما احنا نحبوا نزودوا نحطوا قدامنا، لكن كي نخدموا راح نشوفوا اذا نحتاجوا ولا لا. والفانيليا. في اناء راح نحط اللوز البودر تاعي، اللوز اللي نخدموا به شباح الصفراء. درت 3 كيلات. راح ندير معها نص كيلو تاع سكر، لانه راح نطيبوها من بعدها باش يكون تكون الحلاوه متوازنه، ما تكونش حلوه بزاف. درت شويه تاع لافاني الدور تاعها انه تغطي لينا شويه الريحه تاع البيض. سينو اللي ما حبتش دير لافاني استغنايا عليها. هنايا راح نكسر بيضه. شوفوا اللوز راهو حوالي 150 غرام، 150 156 هكاك، المهم ما تفوتش 160 غرام. يعني هذا الكيل تاع اللوز دالي بيضه فقط. اذا البيضه تاعي حجم صغير، يعني اذا كانت البيضه تاعك حجم كبير، لوحي بشويه بالتدريج ولمي حتى تشوفي القوام تاع العجين تاعك. كما قلت لكم راح يكون قوامها كيما قوام شباح الصفرة. لمها مليح. شوفوا هنايا مع الاول راح تشوفوها مفرطه، تبالكم بلي راهي مخصوص عظام اللي هو البيض، بصح ما تزربوش رواحكم وتزيدوا العظام وتولي لكم جاريه. من بعد ما يشحال تنجح معاكم كي تجيو تحطوها في طاجين الحلو ماهيش راح تصلح معاكم، راح تتفتت وتذوب معاكم كامل. يعني هنايا لمي بشويه بشويه كشغله كي تعجني فيها، ومن بعد كي تشوفيها تخصت بداي ضيفي بالتدريج بالتدريج. هنايا ما زدت لها حتى غرام تاع بيض من غير هذيك البيضاء اللي درتها. راح نلمها بالفيلم اليمونتار ونخليها تريح، والوقت اللي تريح راح نروح نوجد الحشو. هنا الحشو انا خيرت اني ندير كيلو تاع اللوز حمصته ورحيته. عندي كيلو مزيج بين البندق وبين الفويتين. انتيا تقدري تكتفي فقط باللوز ولا بكاوكاو ولا باش بغيتي تيا، يعني مام اللوز البودر تقدري تعوضيه بكاوكاو بودر. يعني اذا حبيتي حاجه ما تكونش مكلفه، تكون اقتصاديه، في بلاصه اللوز بودر ديري كاوكاو بودر راح تنجح معاك وتجي ما شاء الله. الحشو كما قلت لكم انا خيرت مكسرات مع الفويتين. كما تقدروا ديروا لانوات كوكو، تقدروا ديروا بان دي بيس، تقدروا ديروا القفري الترحيه ولا غاتو. هذو كامل حشوات راح تصلح لكم انكم ديروها. هنا راني غلطت لكن تعمدت اني نخليكم المقطع، لانه كي نعود نخدم في وصفه نبغي ندير كما قلت لكم لمساتي الخاصه، وفي نفس الوقت دي فوا ننسى. انا كنت حابه نلمها هكا بالباونتي، من بعد حطيت قدامي المزهر، من بعد فكرت بلي راح نلمها بالباونتي. يعني ما اثرت ليش هذيك المزهر لاني رحت قطره فقط. لميتها بالباونتي حتى نتشكل على هذا الخليط. كي تلميه يتلم كما راكم تشوفوا، ماشي يابس وماهوش طري. كيف بالنسبه للوز اللي لميناه، ما لازمش يكون يابس، ما لازمش يكون طري. كما قلت لكم القوام يلعب دور باش كي نحطوه من بعد نحطوها طيب لنا في لاصوص ما تتفتتش وما تتحلش معنا. هنا راح نقسم سواء اللوز اللي لميته ولا هذيك الحشوه راح نقسمهم قد بعضهم. انا يا هذه الكميه تاع 156 تاع اللوز، 156 غرام، خرجت لي 7 حبات تاع هذيك الشباح. انا حبيت نطلق عليهم اسم الشباح طاجين الحلو. جدواتنا داروا لنا وصفات اللي غنيه عن التعريف ويبقاو راسخين ومسجلين في التراث الجزائري. وحنا بنات اليوم نحبوا دائما نزيدوا لمساتنا ونديروا وصفات عصريه، لما لا، التقليدي تقليدي والعصري عصري، باش نزيدوا نوسعوا اكثر واكثر في اطباقنا الجزائريه سواء عصريه ولا تقليديه. شوفوا هنايا الحبه بالحشو شحال وزنت لي 50 غرام. الحبه وزنتها على 35 غرام والحشوه على 15 غرام، يعني الاجمالي كامل جاتني 50 غرام. راح نشكلها على شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا. المهم كي نحطوا الحشو لازم يتحط في النص تماما، نغلفوها مليح، ما نخليوش هذاك الحشو يبان نهائيا.
كيما قلت لكم لازم تكوني دقيقه هكا باش ما تتحلش معنا. نخدموا خدمتنا بدقه وباتقان باش تجينا الحبه متحوفه في نفس الوقت ما يروحش تعبنا باطل. من بعد راح نجيب اللوز. عندي حبيبات لوز الصغار خليتهم على حالهم، رشقتها كما راكم تشوفوا، وجبت حبات كبار. خيري الحبات تاع اللوز يكونوا كبار من الاحسن والمستحسن. نقسم الحبه تاع اللوز على 2 ونبدا نرشقها بهذه الطريقه ساير داير كما راكم تشوفوا بالطبقات. ندير ساير داير ومن بعد نهبط لتحت نزيد ندير ساير داير حتى نكمل الحبه تاعي كامل. تبغي تبداي من الفوق للتحت ولا من تحت للفوق؟ انا نفضل انك تبداي من الفوق للتحت باش تتحكمي في الشكل تاع الحبه تاعك وما يفزدش معك. شوفوا البنات راني ساير داير من نطحنها لا بيض لا والو. كيما قلت لكم خيروا الحبات الطوال باش كي ترشقيها النص يدخل للداخل ونص يبقى باين ونتحصلوا على هذا الشكل الجميل كيما راكم تشوفوا. قلت لكم كي يكون تكون الحبه تاع اللوز كبيره، من بعد كي تحطيها في لاصوص ماهيش راح تطير معاك الحبات تاع اللوز. راح نروحوا للشكل الثاني اللي هو شكل اناناس، حبه الاناناس نفس الشيء كما درنا مع الاولى، نحطوا الحشو نغطيهم مليح باللوز نشكلوه شكل بيضاوي نفس الشيء، لكن في هذا المره وهذا الشكل ندهنوا الحبه تاعنا بالبيض. هنايا راني دهنتها بالبيض البنات، هنا ما هيش باينه في الفيديو بلي دهنتها بالبيض بصح نتوما دهنوها بالبيض. ونعطيكم ملاحظه جد مهمه، من الاحسن شوفوا المكسرات اللي راني ندير فيهم هكا في الخارج يعني اللي راني نزين بهم ما همش مقليين، لكن البندق حاولي تدخليه شويه الفور باش تنحالو هذيك القشره ولا شمخيه في الماء باش نحالو القشره على واه، لانه كي نحطوها طيب كشغل يتقلى وهو راكب هكاك يعني الحبه تاع البندق راح تطير راح تطيح معك، يبقى غير القشور اللي لاصقين في هذيك الحبه تاعك. المهم هنايا بعد ما لصقت هذوك الحبيبات تاع البندق راح نجيب البيستاش اللي كنت قصيته كيما راكم تشوفوا بشكل طولي، وكيف كيف راح نبدا نرشقه بهذه الطريقه كيما الشكل تاع الاناناسه. كاين اللي ما يديرهاش ومن بعد كي يطيبها يحط غير حبه تاع وريقات عفوا تاع النعناع، لكن هكا راح تجي ابها وابها، راهي تبان مكلفه. صح كي ديريها باللوز راح تجي شويه مكلفه، لكن اذا لبيتي بالكاوكاو كيما قلت لك بودر راح تجي قد مع انه قلت لكم 100 ونقولوا 50 غرام يعني 25,000 تاع لوز بودر مع 10,000 بندق و10,000 لوز راح تديري واحد 7 حبات هكاك تاع هذا الشكل الراقي، وتزيني به طاولات الرمضانيه الضيوف كيما قلت لكم ثاني مناسباتكم جايين المناسبات جايين اعراس خير ربي حاجه جديده وحاجه بريزونطابل. بعد ما شكلتهم راح ندخلهم للفرن. هنا درت ورق الزبده في البلاطو وندخلها الطيب كيما نطيبوا المخبز، ما تكونش درجه حراره عاليه خلاص ما تكونش واطيه خلاص وما نطيبوهاش فوق القياس. هنا راح نخليها طيب، من جهه راح نروح نوجد كميه قليله تاع طاجين الحلو باش نقدمها لكم يعني باش نعطيكم طريقه الطهي نتاعها من بعد في لاصوص كيفاش تكون. بالنسبه لطاجين الحلو انا ندير هذه الطريقه، راني نقول لكم طاجين الحلو مانيش نقول لكم طاجين اللحم الحلو، لانه طاجين الحلو يجيب له اللحم، طاجين اللحم الحلو هاي باينه مع اني انا من عشاق اللحم الحلو. حاجه سريعه ليها ليه توجد تدي معك لا وقت لا جهد. طريقتي هي انه نحكم نكيل الفواكه المجففه تاعي، وبهذاك الكيل نكيل كيله تاع سكر وزوج كيلات تاع الماء، يعني طريقه تاع الشربات. ندير عرف تاع القرفه وندير شويه تاع المارغرين ولا زبده حره كيما تحبي. كي تهز الغليه هذيك الشربات نلوح عليها الفواكه نتاعي ونخليها حتى الطيب. راح نوليو لشباح طاجين الحلو بعد ما يطيبوا معنا راح تحطيهم في بورتمونجي، واذا كنتي درتيهم كمشروع تلميهم في ديبوات كيما هكا وتقدميهم للزبونه نتاعك. كيما راكم تشوفوا شكلهم بزاف راقي، سواء الصنوبره سواء الاناناسه، يعني شكل ما شاء الله. كيما قلت لكم هذيك الكميه تاع اللوز شوفوا شحال خرجت لي من حبه، 7 حبات ما شاء الله، يعني حبات باينين ما في الصحن يجيو باينين. هذه بالنسبه طريقة الاحتفاظ. ملاحظة تحطوها في الفريجيدار تحت عادي جدا ما يصرى لها والو، حطوها غير في الفريجيدار راح تقعد معاكم حتى ل6 شهور فما فوق. بالنسبه لطريقه الطهي بعد ما يطيبوا معنا الفواكه المجففه تاعنا، اسمحوا لي البنات على صوتي راني مريضه وهذا هو سبب غيابي معكم هذه الايام وهذه الفتره اللي نورمالمون حاضره فيها معكم، لكن كي تكون الصحه تعبانه كل شيء هون قدامها نرتاحوا ونوليو معكم. المهم بعد ما نحطوها في لاصوص
نخليوها تشرب. اذا كانت بزاف لاصوص ما تقلبيها ما والو، لكن اذا كانت شويه كيما انايا كبي عليها فوق ومره على مره دوريها. مده الطهي تاعها بين 7 دقائق حتى ل 10 دقائق، ما تطولش لانه رانا مطيبينها. راح نحطوها فقط تشرب شويه هذيك لاصوص. هذا ما كان قدموها بالشكل اللي نحبه. انا قدمتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. يعني هي وحدها هكا راهي مديه نظره ما شاء الله. ما عندك ما تزيدي معها اللوزي فيلي ولا، هي ديجا راهي الخير والخمير. نقسمها لكم تشوفوا معايا. شوفوا هذيك الطراوه طريه ما شاء الله. هذيك الحشوه واحد البنه ما عندي ما نحكي لكم فيها. حاجه همه وشان كيما يقولوا. تحطيها تحمر لك وجهك ما شاء الله. طبق جماع التقليدي مع العصري وخرجنا بهذا التحفة الفنية. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم ورضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات وصفات وروتينات جاية إن شاء الله. في أمان الله.